ازاي نبتدي تمرين بدل ما احنا قاعدين منتخين. انا ايمي نجاتي نازل لكم كل يوم تمرينه واحده مش تاخد منكم 5 دقائق على مدار ال 14 يوم الجايين. تعلموا من 14 يوم دول كل التمارين الاساسيه هتشغل كل عضلات الجسم. النهارده الفيديو الاول والتمرينه الاولى وهو فيديو التسخين الورم اب، ازاي نسخن كل عضلات جسمنا ونهتم بمفاصلنا. فيديو الورم اب ده هتكونوا بتعملوه كل يوم على مدار ال 14 يوم الجايين قبل كل تمرينه هنعملها في التحدي. So let's get started. هوبا. هنعمل ستريتش لرقبتنا، فبروح اجيب راسي للجنب، احط ايدي الناحيه الشمال من راسي واخد 5 نفس عميق لمده 20 ثانيه. بعد كده هنعمل الناحيه الثانيه. لو حد عنده مشاكل في رقبته ما تجيبوش اخر مدى حركه، محدش يعمل كده من اولها، هتلاقوا سبازم او تشنج عضلي. فبالراحه ابتدي باقل مدى حركي ممكن، بعد كده هزوده تدريجيا. تاني تسخين للكتف، بروح هنعمل 10 روتيشنز لقدام و10 لورا. هنبتدي نصعبه اكتر، نعمل ستريتش لدراعنا وللشولدرز للكتف، نعمل 10 لقدام و10 لورا. مش بنعوم، احنا بنخلي دراعنا مفرود على قد ما نقدر. لو حد عنده مشاكل في الرقبه يعمله بالراحه لتحت، ما يجيبش اخر المدى الحركه. بعدين هنعمل 10 كده اهو، و10 up and down. بروح احط ايدي في وسطي، هجيب دراعي الشمال لفوق واعمل سايد بندز. ده بيسترتش كل العضلات الجانبيه ورقبتي. وهنا لو حد عنده مشكله في رقبته او وجع في الستريتش ده، بتحطوا ايديكم تحت وتبتدوا بالراحه 10 كل ناحيه. في التسخين لازم نهتم بالمفاصل كويس جدا. فدلوقتي بعمل لمفصل الكوع، هنعمل 10 مرات كل ناحيه وهكذا. لو حد بيتوجع مش لازم يجيب اخره يعمل كده، ممكن يعمل بالراحه. بعد كده هنعمل الريست. اغلب السيدات عندهم ضعف جدا في الريست، فمهم جدا ان احنا نسخنه، سبيشالي مرضى الروماتويد او المرض المناعي لازم يسخنوه كويس قوي. بنعمل 10 كده و10 كده. بعمل للصوابع برضو، ده كويس قوي لمرضى الروماتويد. هنعمل 10 ل 20 عدة. ستريتش للهيبس او للحوض، ده مش رقص بلدي، احنا مش جايين نرقص بلدي هنا، بس ده كويس جدا. هو بيسخن مفصل الحوض. احتمال تحسوا بطقطقه، واغلب السيدات سبيشالي لو البيريود اتقطع او لو خلفتوا بيبقى مفيش حديد انف في الجسم، وبيبقى اغلب السيدات عندهم عرضه لخشونه الحوض. فالتسخين ده مهم قوي. لكن برضو اقلل مدى حركه، مش لازم اعمله جامد قوي. لو عندي اي وجع ممكن ابتدي باقل حاجه ممكنه في الاول. سخن الركب ما شاء الله. طبعا انا عارفه كل الناس هتطقطق دلوقتي، فلو انتوا بتطقطقي برضو اعملي مدى حركي اقل. لو التمرين كويس بالنسبه لك مفيش اي وجع، نبتدي نزود. هنعمل 10 every side، each side من الجنب شكله كده. انا بعمله مش بقتب ظهري طبعا، مش جايين نقتب هنا، جايين نفرد ظهرنا اهو، وبعمل 10 كل ناحيه. لو في اي وجع فيه زي ما اتفقنا ممكن اقف واقلل المدى الحركي. مفصل الانكل ده من اكتر الحاجات اللي بتتلوي، فممكن تقفوا وتبقي ساندة على حيطه وتعملي 10 each side. الانكل مهم جدا دايما نسخنه عشان محدش رجله تتلوي، وكمان بيساعدنا ان احنا في حياتنا اليوميه نقلل العرضه لاي اصابات في الانكل. لو صعب ارفع ركبتي قوي كده ممكن ابتديها وانا رجلي مفروده لتحت. بالراحه احط ايدي في وسطي وارجع ظهري لورا. لو عندي ديسك في ظهري من تحت او في رقبتي من فوق، طبعا ما ارجعش رقبتي لا لورا قوي كده ولا اجيب ظهري قوي لورا. ممكن ساعتها اقلل مدى الحركه، اقل حاجه كده. اللي يقدر مفيش اي وجع مفيش اي اصابه يقدر يعمله 10 ويزود المدى الحركي. هفتح بالراحه جدا رجلي للجنب، بنعمل اطالات وستريتشات للضمه، عضلات هنا اللغاليغ اللي هنا، وبالراحه بننزل كده. لحد عنده وجع في ظهره يبتدي بحاجه بسيطه، بس ممكن تعملي كده حاجه بسيطه تقدر تزود المدى الحركي تعمله. هنعمل 10 عدات، هنحس بالستريتش في الظهر وفي الضمه اللي هنا. هنعمل ستريتش كات كاو بوز. بفتح ركبتي بنفس وسع وسطي، بحط ايدي الاثنين تحت كتفي بالظبط، ببص لفوق، بعمل كات كاو بوز. انهيلينج ان، باخد نفس واطلعه، باخد نفس وبزق الارض ورا لفوق، وبخلي ظهري يبقى عامل كيرف او ارش، وابص فوق
ولما بطلعه بزق الارض، مش بنزل راسي كده، لا انا بزق، بخلي بطني لجوه وكاني بقتب ظهري واجيب راسي او ودني الاثنين ما بين كتفي. لو حد عنده ديسك طبعا ما ينفعش ان انا، او الم في رقبته، ما ينفعش ان انا انزل رقبتي لا لورا ولا لقدام، وتفضل رقبتي ثابته مكانها وراسي ثابته مكانها، واحرك ظهري بس بالراحه. لو عندي مشكله في ظهري من تحت بالراحه جدا، بعمل اقل مدى حركي ممكن بالراحه جدا، احط دراعي الشمال تحت اليمين وابص لفوق، دراعي الشمال تحت اليمين وابص لفوق. برضو ابتدي باقل مدى حركي اقدر عليه. لو عندي اي مشكله فمش لازم اجيب اخري لا لتحت قوي كده ولا لفوق قوي كده، ممكن ابتدي حاجه بسيطه، ممكن اعمل كده بس وكده بس، كده بس كده بس، مش لازم افرد حتى دراعي للاخر خالص. هنعمل 10 كل ناحيه. ابتدي بالراحه بعمل كده وبالراحه. اعملوا سيف للفيديو ده عشان هتعيدوه كل يوم في تحدي ال 14 يوم، واكون نازله فيديو كامل برضو على قناه اليوتيوب اسمه ايمي نجاتي. مش عايزين توقفوا الفيديو في النص يبقى اسهل ليكم. كمان جوين اور تشانل على انستغرام، هكون ببعت لكم عليها فويس ريكوردينجز، هكون بشجعكم واقول لكم تفاصيل اكتر في التحدي بتاع ال 14 يوم. بحبكم قوي، استنوا الفيديو الجاي بتاع بكره.